صباح السعادة. قرروا يا جماعة تسعدوا نفسكم. كل ما تلاقي فرصة ان انت تسعد نفسك اوعى تفوتها. كل ما تلاقي فرصة ان انت ممكن تخرج وتتفسح وتتبسط اوعى تفوتها. وانا هنا قررت اسعد نفسي واعمل لنفسي رحلة دهب. اشتركت في رحلة وانا هنا دلوقتي في الطريق. ودهب في ناس كتير بتبقى عايزة تروح بس بتقول ان الطريق طويل، وكمان ما بتبقاش عارفة ايه نوع الاكتيفيتيز اللي بتعملها في دهب. هنا في الفيديو هقول لكم ايه نوع الاكتيفيتيز، بنروح فين وبنعمل ايه، وكمان بنروح ازاي. نروح دهب ازاي؟ اما عن طريق شركة سياحة زي ما انا رايحة كده مثلا، او عن طريق مجموعة يكونوا عاملين مثلا رحلة لدهب، او عن طريق وسيلة مواصلات زي جو باص وبلو باص ووي باص. وكمان في باص الهاي اس عشان بيكون اسهل في التفتيش. الفكرة في الهاي اس ان التفتيش، النقط بتاعة التفتيش كتيرة جدا. طبعا لو جو باص بيبقى الباص تقريبا حوالي 50 فرد، فبالتالي بيبقى التفتيش كتير عشان يفتشوا 50. اما في الهاي اس بيبقى العدد مثلا 5 7 10 بالكتير اعتقد يعني. فعشان كده بتبقى التفتيش قليل، فبالتالي متاخدش وقت في التفتيش. كمان الهاي اس هيوديك بسرعة. وكمان الهاي اس اللي تبع شركة وي باص او اعتقد وي باص بس تقريبا بيسمح بالحيوانات الاليفة. يعني لو معاك قط بتاعك او الكلب بتاعك بتحجز له كرسي وبتروح بيروح معاك. كمان في شركات تانية زي الخليجية وزي ابو رواني، وبتكون سعرها اقل، وكمان الجودة بتاعتها اقل شوية من الشركات التانية. طيب التيكت تقريبا بيكون تقريبا اعلى حاجة 280، وممكن اقل شوية حسب الشركة اللي انت هتسافر معاها. الطريق من القاهرة لحد دهب بياخد تقريبا من 6 ل10 ساعات حسب التسهيل بقى، وحسب نقاط التفتيش انت وحظك. لان في كذا نقطة تفتيش تقريبا حوالي 4 أو 5. طيب افضل مكان اروح فيه دهب، افضل قصدي يعني وقت اروح بالليل، لان الطريق هياخد وقت طويل، فبالتالي انت توصل الصبح تستفيد باليوم من اوله. المسافة بين دهب وشرم حوالي 100 كيلو متر. وهي طبعا تبع محافظة جنوب سيناء على خليج العقبة، واتسمت باسم دهب بسبب الرمال الذهبية. زي ما انتوا شايفين كده هنا منظر الجبال والشروق، شايفين الشمس عاملة ازاي طول ما انت ماشي في الطريق. من اول ما بتعدي نفق قناة السويس بتبتدي بقى تشوف الجمال دوت. كل مشهد انت بتشوفه كأنه لوحة فنية. واخيرا اخيرا وصلت دهب. الساعة دلوقتي 11 بعد رحلة الأتوبيس الكبيرة والطويلة، وبلاد تشيلنا وبلاد تحطنا ونقط تفتيش. وصلنا دهب أخيرا الحمد لله. دلوقتي يا جماعة الساعة 11 والتسكين هيكون الساعة 2، يعني في قدامي 3 ساعات أقدر أعمل فيهم أي حاجة. بس أنا الحقيقة مش قادرة أعمل أي حاجة غير أن أنا أفضل في المكان دوت. المكان ده الجزء اللي هو البحر بتاع الفندق، طبعا الفندق ورايا. ده كده هنا الشط، القعدات بتاعة الفندق. واو يا جماعة على منظر البحر وجماله. شايفين عامل ازاي؟ شايفين البحر، السما زرقاء قوي وضربة في البحر اللون بتاعها مع لون الصخر، حاجة كده عظمة. سبحان الله. لون المية عندهم في دهب أزرق. ومع أول يوم من السحر والجمال، وتقابلنا مع الإعلامية فاطمة نسألها سؤال، ونقول لها إيه رأيك في النهاردة واليوم الجميل اللي أنت جيتي فيه دهب؟ ولو حابة تقولي كلمة لأصدقائك وأصحابك. مبروك على دهب. لازم تيجوا دهب، لازم يجوا دهب. تقعدوا كتير مش شرم، دهب. دهب.
طبعا احنا كان قدامنا زي ما قلت لكم 3 ساعات. هنا الفندق ده كده دورين، السلالم دي بتطلع على الدور التاني. انا كنت فوق من السلالم دي بطلع، في دور تحت وفي دور فوق. ده كده الفندق شكله بسيط ومش مش غالي يعني، ما اعتقدش ان هو كان غالي. اعتقد انا سألت في الريسبشن كانت الغرفة ب700 الدبل. بعد كده طلعنا فطرنا في مطعم المصريين، ده مطعم في وش الفندق على طول على الممشى. وطبعا هو بيقدم فطار مصري صميم، فلافل وفول وبطاطس محمرة وجبنة كده يعني. شايفين المنظر، البطاطس تخليك عايز تاكلها كده. وبعد الفطار رحنا اتمشينا على الممشى لحد ما يجي ميعاد التسكين للفندق. طبعا كنا مرهقين جدا وعايزين ننام، كنا بنحاول نعمل اي حاجة ان احنا نصحصح شوية. طبعا هنا المنظر هنا مش عايزة اقول لكم بقى يعني ايه. اللي عايز يعمل جلسات تصوير فوتو سيشن او يعمل اي حاجة، مش هقول لكم المنظر روعة ازاي، تحفة يعني زي ما انتوا شايفين كده. مصر جميلة يا جماعة، فيها اماكن جميلة جدا جدا. بعد كده رجعنا الفندق وتم التسكين تقريبا الساعة حوالي 1:30 2. نمنا ساعة ونزلنا تاني، ركبنا العربيات اللي احنا راكبينها دي وطالعين كده على اللاجونة. طبعا احنا ملحقناش ننام يعني، انت وانت في دهب بتنام الساعة 2 خلاص بتكتفي بكده. في الرحلة كان في معانا 2 شباب من الموجودين في دهب، كانوا بينظموا لنا الرحلات يعني. كانوا بينظموا لنا هنروح فين وامتى والساعة كام، وكانوا بينظموا لنا العربيات اللي هتنقلنا للمكان اللي احنا رايحينه، سواء هي عربيات ميكروباص او عربيات زي اللي احنا شايفينها دي اللي هي مفتوحة من ورا زي نص نقل كده صغنونة. لو انت هتكون لوحدك، سعر العربية تقريبا من 40 ل60 جنيه. يعني لو انتوا مثلا 4 طبعا السعر هيتقسم عليكم كلكم. فالعملية المواصلات جوه دهب بتبقى بسيطة، مش مبلغ كبير. شاطئ اللاجونة شاطئ مفتوح، وهو مجانا مفتوح للناس يعني. البحيرة الزرقاء او شاطئ اللاجونة. الشط دوت شط رملي وحصى، والمناظر هنا طبعا مش عايزة اقول لكم خلابة يعني، ساحرة سحر، تحس انت عايز تقعد طول اليوم، خصوصا وقت الشروق ووقت الغروب. انا هنا متواجدة طبعا وقت الغروب، شايفين الشمس عاملة ازاي. الحقيقة البتاع اللي بتطير دي انا كان نفسي اركبها يعني، كان امل حياتي ان انا اعمل كده، بس ما عرفتش يعني، ما اقدرش اعمل كده اصلا. من الاكتيفيتي اللي بتتعمل في شاطئ اللاجونة ركوب القوارب، وطبعا السباحة، وفي برضو سنوركل، وفي ممكن الناس تلعب تنس او كرة. طبعا بتبقى عامل حسابك في الكلام دوت. الاجانب طبعا هنا بيجوا عشان ياخدوا التاني اللي هو اللون الاسمر بتاع البشرة.
بصوا البتاعة اللي بتطير ديت كانت فظيعة بصراحة، كانت يعني مستحوذة على انتباهي جدا، يعني كنت عايزة احس بشعورهم هما ازاي بيطيروا بيها. طبعا انت بتجيب، المفروض انت وانت بتيجي بتجيب مفرش او حاجة تقعد عليها، لو ما فيش معاك او انت مش عامل حسابك، هما في مجموعة كده من البدو موجودين بيجيبوا لك حاجة تقعد عليها، وبيجيبوا لك ممكن شاي بقى لو انت عايز او كده، يعني اي مشروبات. بصوا بصوا بيطير ازاي بيها، فظيعة. واو، يعني بجد اكيد شعورهم عامل ازاي ما بيطيروا كده. بصوا منظر الغروب والشمس وهي بتنزل ورا الجبل. مكان بدائي جدا، بس تحس ان انت في حاجة، في حاجة. طبعا في طبعا مكان للجمال وللحصينة لو انت عايز تركب جمال او حصان برضو. وبعد يوم طويل جدا من الفرهدة والنشاط، رحنا الفندق، غيرنا هدومنا، ودلوقتي احنا طالعين في طريقنا لجبل تويلات. هنسهر سهرة كده جميلة. يلا خلينا نشوف هنسهر فين. خلينا امشيكوا شوية الاول في شوارع دهب تشوفوا الشوارع عاملة ازاي. كده احنا خلصنا الطريق الاسفلت وابتدينا نخش في الطريق اللي مش ممهد، اللي بيودي للجبل. طبعا انا بشرح لكم التفاصيل دي عشان في تفاصيل جدا تهم ناس كتيرة، يعني انها تعرف ايه اللي هتعمله في دهب، او الطريق عامل ازاي، الدنيا عاملة ازاي هناك. خلينا نشوف كده. طبعا الجبال منورة اللي هناك ديت، احنا ماشيين في ضلمة. بصوا بقى، شايفين الاتوبيسات اللي واقفة دي؟ كل الاتوبيسات دي الرحلة اللي قبلنا او الفوج اللي قبلنا، اللي هو بيحضر الحفلة اللي هو موجودة دلوقتي. طبعا دي الحفلة اللي قبلنا، احنا كل ده واقفين برا مستنيين دولنا نخش يخلصوا الحفلة اللي شغالة دي، وبعد كده يطلعوهم وبعدين احنا نخش. دي كده الحفلة اللي قبلنا، كانوا في نهاية الفقرات بتاعتهم. هنا كده ده المكان اللي احنا دخلناه في جبل الطويلات. المكان عبارة عن مكان قعدات بدوية زي ما احنا شايفين كده، وفي النص في الستيج، المسرح اللي بتتعرض عليه الفقرات. طبعا من ضمن الفقرات في رقص شرقي، دي اول فقرة يعني. طبعا انا كان نفسي اعرض لكم الفقرة كاملة، بس
قوانين اليوتيوب والكوبي رايتس مش هيسمح بكده يعني. طبعا جده ده كان مبسوط شوية، وطبعا سمحوا له ان هو يطلع يعمل فقرته يعني. ودي الفقرة التانية، كانوا جايبين كذا راقصة يعني، بس برضو مش هقدر اسيبها لكم علشان الكوبي رايتس. كان نفسي يعني اسيبها لكم. وبعد فقرة الرقص الشرقي اللي انا ما قدرتش طبعا اعرض لكم منها كتير يعني، دي فقرة التنورة، والحقيقة كانت مبدعة. بصوا انا مش بعرف اعرض الكلام دوت عشان بس الموسيقى يعني، انا ممكن اشيل بس الموسيقى اللي هم عاملينها واحط موسيقى تانية نو كوبي رايت، لان الكوبي رايت ممكن يوقف لي القناة كلها اصلا. عشان كده مش بعرف اعرض كتير يعني ممكن اتكلم والحاجة تبقى شغالة وانتوا تتفرجوا، اعتقد كده يعني. احمد المصري في الدنيا يا احمد سمير، عم مسعود عم مسعود بطولة الدابة واسس بكينج السفاري حاجة تاني؟ والله كده عايزين كل الناس اللي قاعدة معانا كده ترفع ايديها بالشهادة والسلام. عايز اسمع صوتكم كده يلا. كهلوية هنا، كهلوية والسود عيوني عملوا ايه بقى؟ صدقوني المزارع رايقة والنبي الله. هنا في وادي الطويلات بتحس ان انت في عالم تاني، ان انت فرغت الطاقة اللي عندك السلبية في اغنية حلوة، في فقرة جميلة بتتقدم. الشغل اللي بيتعمل كان حلو جدا. اللي بيشجع نادي الزمالك
وفقرة الفاير كانت آخر فقرة في سهرة جبل الطويلات. كانت فقرة لطيفة والسهرة عموما كانت لطيفة وجميلة. أول مرة أسهر سهرة كده. ده كده اليوم الأول في دهب. هنروح وهننام، وبكرة إن شاء الله هعمل لكم الفيديو التاني عشان أشارككم معايا في كل التفاصيل اللي أنا عشتها في دهب، وتستمتعوا معايا زي ما أنا استمتعت. يلا تصبحوا على خير.